بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول: أريد أن أشتري شقة في عمارة تحت الإنشاء لم يتم بناؤها بعد، قد طلبوا مني دفع نصف الثمن مقابل كتابة العقد، هل هذه الصورة من البيع جائزة؟ أنا أقول هذه الصورة غير جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. وهذه الشقة التي لم تبنى ليست عنده، هذه الشقة ليست في يده ولا في ملكه ولا تصح في ذمته، لأن الدور والعقار لا يصح أن يكون في الذمة. ولذلك نقول هذا الأمر مع كونه باع ما ليس عنده وربح فيما لم يضمن، وأضافة إلى ذلك أنه كارئ بكالئ. وقد روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو حديث ضعيف مجمع على صحة معناه، الدين بالدين. أصبح هذا مدينا بنصف الثمن والآخر مدينا بورود الشقة ولا تصح دينا، فجمع بين الشرين. وهذه الصورة بيع الشقق المعدومة قبل بنائها يدخل فيها من أنواع الغرر وأنواع المقامرة ما لا يحيطون به يعني علما عند كتابة العقد. أولا قد يمنعهم مانع أغلب منهم من بناء الشقة، خصوصا إذا كانت في غير ترخيص. تتضاعف الأسعار أحيانا، يقل السعر ويرتفع بما يحصل منه الضرر البالغ على من تعهد بهذه الشقة في هذه الأحوال. إذا وقع هذا فهو بيع باطل، يجب أن ترد الأموال ولا يصبح عليهم شيء في ذلك. لكن إذا انتفعوا بهذه الأموال وتكسبوا منها أعطوه الربح. صاحب الفلوس هم كسبوا قد إيه؟ الحقيقة هم بيكسبوا أضعاف مضاعفة. السبب في مثل هذا الأمر هو الرغبة في الربح العاجل والمضمون بلا تحمل.